بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد محمد الشياع السوداني رئيس وزراء دولة فيطي. وكنت شنو ما تقول لي؟ انت رئيس وزراء العراق بكرده بسنته بشيعته بشبك بمسيح بكل اصابعه كل الاطراف. لو انت رئيس عصابة على محمد الشياع السوداني أن يوقف استهتاره بالشعب العراقي وقمة الإهانة للشعب العراقي، أن يطلعون شرذمة من عشيرة السودان مظاهرات على غالب الشاه بندر. ليش؟ لأنه غالب الشاه بندر قال كلمة حق في وجه سلطان جائر. شنو قال يا غالب الشاه بندر؟ شنو قال؟ لأنه صياح مدري شو اسمه ذاك اتهمه، رد عليه. اكو قانون، اكو دولة، اكو محكمة، اكو شيبوا بهلكم وتروحون تشتكون، لكن انتم ناس معدان. والمثل يقول المعيدي اذا يصير كله ذهب تبقى خصاوية تنك. لك بابا انت وين؟ انت جاي تحكم، ثم انتم ذول الشرذمة التافهين التوافه اللي طلعتوا ببيان وطلعتوا مظاهرات على غالب الشاه بندر. اذا انتم من منطلق عشائري وتخافون على محمد الشياع السوداني، قلوا لمحمد الشياع السوداني احترم نفسك واقعد بالبيت، لانه يا محمد الشياع السوداني انت تحكم الشعب العراقي، والشعب العراقي ينقسم عليك 3 فئات: فئة كرهك، وفئة حبك، وفئة ما لها غرض بيك. رئيس وزراء يمكن ان تعرض للنقد، تعرض للاغتيال، تعرض لكل شيء. شنو بابا؟ بلطجيه، ناس مستهترين. شايب غالب الشاه بندر قميصا لابسه يسواكم كلكم انتم وعقلكم اللي طلعتوا تظاهرون عليه بباب بيته، رجل كبير لانه قاعد يدافع عن قضايا وطنيه. هذه مظاهراتكم بدل ما تطلعون على غالب الشاه بندر، يفترض تطلعون على محمد الشياع السوداني تقولوا له خزيتنا، احترم نفسك، روح رحل قرار المحكمة الاتحادية إلى الأمم المتحدة وإلى منظمة إيمو. قلوا له بطل من قضية استعمار الصحراء السعودية الصحراء العراقية للجانب السعودي. قلوا له روح ألغي أنبوب العقبة المذل. قلوا له روح رجع خور عبد الله اللي جاي تكرم بيه وكأنه ورث مال جد جدك. والله شنو قالوا عليك؟ بعثي. أثبت للناس إنه أنت مو بعثي. الناس يدعون انت بعثي. كلنا احنا عوائل مضطهده، ونعرف ايام النظام البائد اللي كان عنده واحد عليه مؤشر من الدوله ما يقبلوك باي وظيفه، طالب كليه يطردوك من الكليه، موظف يسوقوك للجيش وتبقى مطارد ومؤشر عليك. على اساس محمد الشياع السوداني يدعي انه ابوه شهيد ومعدوم وهو مدير قسم زراعي بكميت، واحده من الاثنين. لو انه ابوك كذب ما معدوم، لو انت كنت بعثي ومتواطئ مع السلطه ورخصت دم ابوك. طلعوا باسلوب حضاري. اكو دوله مؤسسات. شنو طالعين على غالب الشاه بندر؟ لك شنو انتم بلطجيه؟ اي عشيره هذه اللي تقبل؟ هذه تفاهه، هذه جبن. انه رجل شايب مسن عمره 80 سنه تطلعون عليه، وانت ذاك المعقل اللي تقرا بيان وكأنه البيان مالك على أساس حررت القدس من عنده. والله شنو انتقدوا محمد الشياع السوداني؟ طرطور. قل له محمد الشياع السوداني يقعدوا ينشب عده له إذا أنت هيك خايف عليه. الدنيا كلها ألهبتوها، الأجواء ألهبتوها، العراق مخترق من عندكم، الصحراء مخترقة، خور عبد الله مخترق. استووا على عقلكم، استووا على كرامتكم. شايب عمره 80 سنة، روح ذاك إذا أكو دولة وأكو محاكم وأكو دنيا، روح استدعيه هناك. تطلع مظاهرات، واسفي مو عليكم، لانه انتم اللي طلعتوا على غالب الشاه بندر ناس شراذمه بلطجيه تافهين رعاع، همج الرعاع. عرفت شلون؟ ولكن انا عتبي على الشعب العراقي، المفروض ان يقول قولته. احنا مو دوله عشائريه، احنا دوله مؤسسات، دوله دستور، احنا دوله تحمي حقوق الفرد. رئيس الوزراء يسيء نحط اصابعنا بعيونه ونقول له احترم نفسك. رئيس الوزراء ينجح نحط اصابعنا بايدينا بظهره ونقول له الى الامام واحنا من خلفك.
هذا الحركة الصبيانية التافهة اللي طلعتوا بها على غالب الشاه بندر تستدعي أمرين: إما أن يطلع محمد الشياع السوداني بمؤتمر صحفي يبرر الخسة اللي طلعوا بها المتظاهرين ويدعون هم من عشيرة السوداني، يدافعون عن السوداني، يدافعون عن المعصوم الخامس عشر، أو يحترم نفس السوداني ويقول عنده أهله. ما عندك قدرة تدير الدولة، ما تديرها بطريقة عشائرية، دير الدولة بطريقة مؤسساتية. احنا مو عشائر، دولة مدنية احنا. ولكن العتب على هذا الشعب اللي راضي بيك وراضي بهالحفالات هذه، بعثيه قذرين. احنا محضرين ارواحنا بنمس، لكن جانا الخبر من جناب الشيخ محمد سعدون ومن دولة الرئيس استنكار فقط، لكن قسما بمحمد وآل محمد احنا ردناها طق مو استنكار. والله ردناها طق، والله ردناها طق مو استنكار. لكن شو نسوي؟ رمي ممنوع. بارك الله. يا بن شابندر يدينونك السودان، يا بن شابندر يدينونك السودان، يا بن شابندر يدينونك السودان، يا بن شابندر يدينونك السودان. شيخ محمد بن الشياع وابن الشيوخ تاريخ جهاد وزلمة بن عانش كثر من ذاك النظام الفات، قدم والده لاجل الوطن قربان.